بسم الله. السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيدوز سعيدكم؟ مباشره غادي نمر معكم للطبق اليوم، هو اللي يعني خاص بالعيد. هي الدواره. اليوم غنطيب معكم الدواره المشاهدين. عندي هنايا الدواره خلاص العيد. القزبور مطحون، يعني دايره فيه الثومه، غير كنزيدو هذا الفص هذا ديال الثومه. بالنسبه للعطريه التوابل كلها كما كتشوفوا معايا على حسب الذوق. عندي هنا مطيشه وحده، حبه مطيشه، بصله، زيت البلديه، زيت الروميه. ها زيت البلديه، ها زيت الروميه. مشاهدينا انا دابا غادي نمر للتحضير ديال الطاوه ديالي او الطنجره. مشاهدينا كيفاش شفتوا معايا التحضير ديال الدواره؟ سهله، يعني النصيب ديال الدواره ماشي شي حاجه اللي هي يعني صعيبه. انا كنضيف كل شيء في خطره. نتوما شفتوا معايا البصله هي دي محكوكه وتكون هي صغيره. بالنسبه للمطيشه حتى هي صغيره. ضفت لها كلشي. دابا غادي نخلطها مزيان ونديرها تشحر واحد شويه، ومن بعد نمرقها ونسد عليها المشاهدين ونتلاقى. كما شفتوا معايا المشاهدين انا خلطت الدواره ديال هنايا، خلطتها مزيان في الشرموله. هي كاضافه اللي بغى يدير الحار كيدير الحار. حنايا كاين اللي ما كيبغيش الحار بطبيعه الحال، فبغيت نصافي صوبتها عاديه من غير ما طيش هذا الحك، بدون مواد حافظه. كنصوبوا فيها كلشي بلدي هكذا باش كتجي دواره بلديه. ما نديروش فيها الماء بزاف باش ما تجيناش مبلوله وصافي. يعني هنايا كتكون الدواره ديالنا ان شاء الله غادي طيب يعني نصيب مزيان. نتلاقاو. والمشاهدين الاجواء العيديه هذه، جيراننا كيهضروا لنا وكيعيطوا عليهم لعائلتهم. كوكو تا هي كتصفر، امي راه دايره فضيحه في بيت نعاس، كيعيطوا لها خوتها وخواتاتها، وانا راني كنصور معكم نيت. انا دايره معكم فضيحه، يعني كنعيش معكم الاجواء العيد. قناه ليلى للميتويات. سمحوا لي البارح ما شوطش معكم الراس، راه داك السخونيه والريح وداك الشموش كلها اللي دازت عليا نهار العيد، راه ما قديتش البارح الصراحه لا نصور ولا حتى شي حاجه متماره. وخصنا دغيا نجمعوا، راكم عارفين نهار العيد كيف كيكون. صافي دابا هاد النهار راني بديت معكم في اجواء العيد وفي يعني في الوصفات والشهيوات ديال العيد. بديت معكم بالدواره. ها هي ديك الطيب. مشاهدين كما كتشوفوا معايا الدواره ها هي دي. ما كنبغيهاش انا فيها المرقه بزاف، مقاليه مزيانه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا في الكاميرا. صافي دابا الدواره ديالنا هي طابت. انا غنسد الطنجره ونخليها حتى نوجدوا معكم الوصفه الثانيه اللي هي قطيبات. مشاهدينا كما سبق للذكر الوصفه الثانيه ولا الشهيوه الثانيه، غادي نشرمل شي قطيبات. دابا درنا الدواره ان شاء الله مع شويه ديال القطيبات شي تا. بالنسبه للقطيبات عندي هنايا بصله صغيره، معدنوس، توابل، الكمون، شويه الفلفل الاحمر على حسب الذوق، الملحه، خلاص واحد شويه ديال الابزار. واللي بغى يدير فيه الحار اكيد هذه كتبقى غير مساله اختياريه. خلاص السلطه ضروري، السلطه مع العيد ضروري خصكم تحطوا يعني توجدوا السلطه مزيانه. انا دابا غادي نبدا نقوم الشرموله ديال الكباب اولا الشوا، وغادي نخليه حتى يطلق مزيان، يعني كيدخل فيه داك الشرموله وعاد كنشويوه. خلاص راني زدت هنايا حتى شويه ديال السكينجبير. الشرموله ديال الكباب ها هو ديال الشوا. بالنسبه للطنجره اللي كتصفر دابا فيها الراس كيتفور، الوالده قالت لك نقوم لها حتى اللحم ديال الراس راه كتفور باش تخليها طايبه للعشيه. بالنسبه لي انا ما عنديش مع اللحم ديال الراس المشاهدين، ما كناكلوش، من كناكل الراس ديال الكرعين كيعجبنيش. صافي دابا راني قومت سميتو الكباب ديالنا، غادي نخليه مع شقيره ديال الزيت طبيعه الحال روميه ولا بلديه ولا احسن روميه، ونخليه يشرب ان شاء الله. نتلاقاو في وجبه الغداء. باش داك الزيت كتدخل في الشرموله كتدخل في اللحم. بصله، معدنوس، توابل على حسب الذوق. صافي
بالنسبه لهذا الكباب هذا على حسب جوج ديال الاشخاص، ما دايرهش بزاف. مشاهدينا الطيبات ديالنا حنا عمرناهم. بالنسبه للسلطه ما عجبتنيش، ما عطيتش على السلطه، يلاه قطعت هكا الخيار دويورات. البصله اللي بقات ليا متشربيله ديال القطيبات ما بغيتش نضيعها، كناكلها كتعجبني. الزيتون حامض. الدواره انا رجعتها تسخن، غادي نحطوها ناكلوها هي الاولى على ما نشويو قطيبات. حنا كنوجدوا الغدا، وهذه هي الاجواء ديال عيد الاضحى. الطبسيل ديال الدواره ديالنا ها هو، انا غنديه معكم للسيجور كما كتشوفوا معايا. دابا كنوجد انا دابا الغدا غنتغدى. بالنسبه للماء عندنا مشاهدين، عندنا ثلاجه عصريه وعندنا ثلاجه يدويه. بالنسبه للماء دائما كنجيبوا قريعه صغيره كنثلجوها وكنخشيوها هنا وكنعمروا ديك الماء، وديك الماء راكم عارفين هاد الخبيه هذه كتصفي الماء. هذه ثلاجه يدويه. بالنسبه للمشاهدين الاعزاء انا غادي نحط معكم الطبسيل لان ثقل عليا. احنا جينا من بلاصه ديال الماكله. هنا عندي خلاص قطيبات كيتشواو في مشوات ديال الكهربائيه ولا كيعطيو النفخ كهربائي. المهم ما كنحتاجوش حنايا الفاخر نهائيا، ما عندنا ما نديرو به. هنايا كيطيب على خاطرو بلا داك الدخان وداك هذا. من الاحسن كيتشوى نقي صافي. المشاهدين الاعزاء انا هنا غادي نودعكم ونقول لكم الشهيه طيبه، ودائما ما زلت متواصله معكم الاجواء العيد في امان الله.